الفترة دي انت بتفكر في كل حاجة في حياتك تقريبا، في هتعمل ايه بكرة وبعده لحد يوم الامتحان، وهتحل ازاي، والحاجات اللي عايز تخلصها والامتحانات اللي عايز تمتحنها والشوامل والمراجعات النهائية وكل ده وكل ده، ومع ارتفاع اصوات الهتافات داخل عقلك بوم متعرفش تعمل اي حاجة عادي. طبعا انت اكيد عرفت احنا بنتكلم عن ايه. احنا بنتكلم عن التوتر. يعني لو ما عرفتش من المقدمه اديني بقول لك اهو بنتكلم عن التوتر. ايوه بنتكلم عن التوتر، ما تتوترش بقى الله يخليك عشان انا متوتر خلق. بس طبعا يعني لازم اقول لك ان انت تبقى مسيطر على التوتر، مش التوتر هو اللي مسيطر عليك. طبعا مش فاهم او مش عارف تعمل ده ازاي، تعالى بقى اقول لك. ما انا جاي في فيديو هعمل ايه يعني، جاي اقول لك ازاي تسيطر على التوتر. يعني اول حاجه تعملها عشان تتجنب التوتر او تحاول تقلل من التوتر عندك، انك تبدا تحدد اولوياتك في المراجعه اللي هتعملها او في الماده اللي انت بتبدا تراجع فيها. يعني مثلا ابدا اعمل مايند مابينج كده، او زي خريطه ذهنيه للماده دي. فيها كام حاجه، ايه الحاجات اللي انت مش عارف تذاكرها، او ايه الحاجات اللي المفروض تسبوت عليها، ايه الحاجات اللي المفروض تبدا بيها. هي دي اللي بتلخبط فيها كتير. مثلا ايا كان بقى، انت بتبقى عارف كل ماده نقط ضعفك ايه ونقط قوتك ايه في الماده دي، فانت تبدا بنقط ضعفك، او تبقى عامل كده زي مختصر مفيد كده للماده نفسها او للحاجه اللي انت تبدا بيها او هتبدا تراجعها. يعني فانت تبقى منظم نفسك، انا هراجع 1 2 3، او هي الماده دي الفلانيه اللي انا المفروض اراجعها في الاول او اشد عليها شويه عشان هي اللي عندي فيها نقص او ضعف شويه. بس كده اول حاجه تحدد اولوياتك. المشكله انك بعد ما تحدد اولوياتك برضه مش هتبطل توتر، هتفضل متوتر برضه. وهيجي لك سؤال حلو جدا وهيعجبني منك اللي انت تساله دلوقتي. ايوه انا شايفك بتساله صدقني. السؤال ده اللي هو انا مخنوق من المذاكره، اعمل ايه؟ الحل السحري وهو انك تحل. ايه؟ ايوه حل يا معلم. بص، الحل ده احلى وقت شغل اي حاجه على الكمبيوتر عندك او اي حاجه على التابلت مثلا واقعد حل. شغل افلام، يعني احسن وقت تسمع فيه افلام، مسلسلات، عظات، اغاني، مسلسل. يعني بص انا قلت مسلسلات صح، ايوه قلت مسلسلات. اسمع موسيقى، اعمل اي حاجه، شغل واسمع. انا فاكر ان في مره كنت في اعدادي خلصت كتاب مراجعه نهائيه كامله في يوم، في قعده واحده. بس طبعا معاها كنت مخلص 3 4 افلام. كان في فيلم فينوم برضو كان لسه نازل جديد كنت بسمعه. يا عم حل لك سؤالين 3 واتفرج على المشهد، سؤالين 3 واتفرج على المشهد، سؤالين 3 واتفرج على المشهد، هتلاقي الدنيا خلصت وانت مش حاسس بالوقت اللي بيعدي. وحليت والاسئله ثبتت والدنيا عسل. اهم حاجه حل كتير. والنصيحه كده قبل ما امشي من حبيبك ابو صلاح، وانت بتراجع راجع الاجزاء السهله اللي دماغك عارفاها في الاول عشان تخدع دماغك وتحس انك عملت انجاز، وهتلاقي نفسك مقبل على الحاجات الصعبه بقلب جامد. تاني حاجه بقى عشان تخلص من التوتر، انك تحاول تقلل شويه من الكافيين، او يعني ما تشربش قهوه كتير بقى والجو ده. يعني اشرب، ما قلتلكش ما تشربش، بس ما تافورش. يعني اللي هو انت مش هتدمر الكوكب لما تشرب 90,000 قهوه وتعملي زي توم وجيري ماشي تلق. مش هنستفيد حاجه حضرتك. هتتعب وفي الاخر هتاخد على قفاك برضه، مش هتجيب الدرجه اللي انت عايزها. انا مش عايز احبطك، يعني مش فاهم، مش عايز احبطك. خلينا نكمل الفيديو بامل، الله يخليك. تالت نقطة بقى، ونقطة مهمة جدا بيقولوها في كل المواضيع لما بنيجي نعمل موضوع تعبير أو حاجة، إنك تمارس رياضة وتاكل أكل صحي. بص، هو أنا مش عايز أكدب عليك، هو الموضوع ده فعلا مفيد. يعني خلي اكلك حلو ومنتظم، ومش لازم تمارس رياضه انك تنزل جيم. يعني هتقول لي انزل جيم ايه وانا ورايا مذاكره ورايا هم ما يتلم ومش عارف ايه. لا لا، انا جاي اكلمك كلام منطقي. مش لازم تنزل جيم، يعني اجري شويه في البيت مثلا، اعمل اي حاجه. يعني اعمل، حرك جسمك يا عم، حرك جسمك، انزل اتمشى يابا، ما تتعبناش. يعني ما تقعدش كده ما انتخ في البيت وبعد الثانويه العامه نلاقي وزنك 140 كيلو ولا حاجه. لا يعني اتمشى واهدى كده والدنيا حلوه، وما تاخدش الموضوع على اعصابك جامد. النقطة الجاية دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، وهي نقطة البريكس. لازم تاخد بريك بين كل فترة وفترة، بين كل موضوع وموضوع تاخد بريك. بين كل مثلا، في مثلا ممكن تعمل نظام البومودورو، انك تاخد كل 25 دقيقة او كل 50 دقيقة 5 او 10 دقايق ريست او كده. فلازم تاخد بريك ولازم تفصل. الله يخليك افصل عن الحياة. يعني اقعد كده على السرير ما تعملش اي حاجة، اقعد على السرير، يعني اعمل دماغك كده وبس وخليك قاعد. يعني هتطلع الجامعه صدقني وتعمل زي انا بتمنى اعمل لكل الناس اللي عندي، احط المسجز بتاعتهم في الارشيف اصلا عشان ما اكلمش حد وما اشوفش صياحهم وما اشوفش ما بيتكلموا عن انقاذ المريخ. يعني فاهم، استفيد بالوقت ده عشان لما تطلع جامعه ان شاء الله تنقذ المريخ مع بقيه الدفعه اللي عندي. بص يا سيدي، الكلام ده بقى كله زي الفل، بس تعالى بقى كده اقول لك على الزتونه بتاعت ابو صلاح اللي كان بيعملها في الامتحانات. بص يا سيدي، انا كنت كل يوم قبل الامتحان باجي كده مثلا على الساعه 9 10 ابقى خلصت كل حاجه وافصل خالص. بشغل مثلا عظه او حاجه هاديه واحط الهاند فري وافضل قاعد بس اخلصها خالص، واقعد بقى مع العيله واشوف هعمل ايه في دنيتي وانام. قبل الامتحان بقى بصحى الصبح بدري قبلها بشويه، شويه حلوين يعني. اقوم بشغل ميوزك، بسمع ساعات كلاسيك ميوزك او جاز. كنت بسمع في الاول جاز، بعدين بدات اسمع كلاسيك ميوزك. وبالاخص ميوزك موزارت. بسمع موزارت على فكره ليه برضو بعض الفوائد تانية كده، نبقى نعمل لها حلقه خاصه بيها يعني.
المهم بحط الهاند فري في ودني واقعد اجري شويه واقعد اعمل بوش ابس والعب شويه عقله مثلا وبتاع كده، وافطر او حاجه واروح نازل. بجد يعني باوصل اللجنه فعلا انا هادي من جوه، مش متوتر. وبحاول كل شويه اخد نفس لما اتوتر، نفس عميق في حوالي 10 عدات واكتمه 10 عدات واطلعه في 10 عدات برضه. يعني هي كميه العشرات الجامده دي، فاهم؟ 3 عشرات كده. وواحده واحده كده هتلاقي الدنيا فعلا بدا الاستريس عندك يقل، وبدات تاخد الموضوع ببساطه. وبعدين حط في بالك انك حتى لو ما عرفتش سؤال او انت داخل الامتحان، خلاص الامر واقع، هتخش تحل اللي انت عارفه واللي مش عارفه مش هتحله، فخلاص امر واقع يعني. ما توترش نفسك اكتر من كده. وبس دي كانت شويه نصايح كده عن التوتر في الامتحانات. شكرا ليكم، نشوفكم في حلقه جايه وهنعرف اكتر.